السلام عليكم، معكم ام نور. حباباتي خواتاتي، اليوم اللي جيتكم ما جيناش بكتاب ولا حاجه، مادام سيدنا رمضان قريب جينا باش نفكروا مع بعضنا نقضيو قضيه رمضان. بعد ما نحكموا حبيبتي تقعدي تحكمي كراس وتحكمي قلم وتكتبي كل لوازم شهر رمضان وتقسميها على قطع المرات. كيما انا اليوم بديت بالقضيه، قضي بشويه. ها هو قدامكم واش شريت، ها هذاك بدون زيت، الخل، طماطم، هريسه، كعبات تاع فلان مخلطين من كل نوع، سكر، قهوه، ملح، طون، فرماج، زبده، وبابي هذا تاع نمسحو به، وزدت معاهم واحده تاع عمو، باش الانسان ينقص عليه شويه المصروف. حباباتي بعد ما نقضيو القضيه هذه كل في طريقنا نجيو مربحين. كاينه طماطم طايحه، اشري حتى 2 ولا 3 كيلو تاع طماطم، جيبيهم للدار، اغسليهم، قسمي الكعبه على 4، حطيهم في برمه، زيدي معاهم كعبه تاع بصل، شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وحطيهم يغليو لك واحد 10 دقائق هكاكا، وبعد كي نحيهم ارحيهم، حطيهم في البورطمونجي وقفليه عليه. تلقايها في رمضان لمهما حاجه، للبيتزا، اي حاجه تحبي طيبي بها الطماطم تلقايها قدامك واجده. زيد من بعد تزيدي الدوري. كاينه حباباتي كنت تشوفوا في السوق، كاينه هذاك التفاح الصغير، هذاك صغير او 10,000 الكيلو تاعو. اشري كيلو ولا 2 وجيبيهم للدار، نقيهم مليح، وخلي لهم العواد تاعهم واقفين، وطيبي لهم السيرو تاعهم، سكر وماء، 2 ماء و2 سكر، وخليهم يغليو شويه. بعديك كي يغلي مليح هذاك السيرو، حطي فيه هذا الكعبات نتاع التفاح يغليو حتى كيما نقولوا 5 دقائق، وطفي عليهم، حطيهم في بونطونجي هيك، وقفلي عليهم، تلقيهم سيدنا رمضان تزيديهم حتى مع المرقه حلوه. حباباتي هذه القضيه الاولى اللي قضيتها، وبربي ان شاء الله نزيدو نتقاسموا مع بعضنا قضيه اخرى تاع سيدنا رمضان، واللهم يبلغنا سيدنا رمضان على خير وعافيه.